ريال مدريد كان يحتاج هدف واحد فقط ويكمل الريمونتادا التاريخية المجنونة أمام بايرن ميونخ في مباراة مشتعلة نارية. من أول دقيقة هدف للريال، والدقيقة السادسة هدف التعادل. الشوط الأول كان مجنون، سجل الريال الثاني والتعادل من البايرن، وسجل الريال الثالث، وانتهى الشوط الأول. في الشوط الثاني الجماهير على أعصابها، يقاتل ريال مدريد بكل شيء، هجمات، فرص، لكن الهدف الرابع ما كان راضي يدخل أبدا. والدقائق مرت، لكن فجأة الكارثة. الدقيقة 86 الحكم يطرد كامافينجا طرد صادم يقتل كل آمال الريمونتادا. من هنا المباراة انقلبت بالكامل. البايرن استغل النقص في الدقيقة 88، ريال سجل هدف التعادل والتأهل، والضربة القاضية أوليسيه يسجل الهدف الرابع القاتل. الريال كان على بعد هدف واحد من المعجزة، لكن الحلم انهار في آخر دقائق. تأهل بايرن ميونخ بنتيجة 6-4. ليلة مجنونة لا تنسى. وفي نهاية المقطع، إذا عجبك المقطع من لايك واشترك في القناة عشان نصل 10,000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.